النصر الحقيقي لا يكتمل إلا بإنهاء واقع المخيمات وعودة جميع النازحين إلى بلداتهم عودة طوعية كريمة. طيب شو اليوم بنقول لأهلنا يلي ما زالوا في المخيمات؟ بنقول لهم انه نحن شغالين ان شاء الله وما نسيانين ابدا، نحن معهم وقلوبنا معهم وعم نشتغل ليل نهار لنأمن لهم البيئه المريحه لهم ليرجعوا، سواء كان مدارس، سواء كان ترميم منازل، سواء كان محطات مياه، يعني كل مقومات الحياه عم نشتغل عليها بكل ما اوتينا من جهود ومن قوه، كافه المديريات، كافه الجهات الرسميه في الحكومه، حتى بالتعاون مع كافه المنظمات. يعني لا يمكن ان يهنأ لنا بال، ولا يمكن ان نرتاح حتى نقتلع اخر خيمه من مخيمات النزوح إن شاء الله. سامحيني ست أحلام، لكن كتير عم بيقول إنه سمعنا كتير كلمة حتى آخر خيمة. طيب إمتى حنوصل لهي المرحلة برأيك؟ إن شاء الله قريبا جدا. يعني بلدة الشيخ مصطفى كان فيها 9 عائلات، 7 عائلات مثل ما تفضلت هلق المنظمة وحكت في بداية المشروع. الآن فيها ما يفوق عن 1000 عائلة. معناته نحن في عنا شيء مبشر، في عنا شيء عم ينشغل على الأرض، وفي عنا ناس فعلا هي حابة تشتغل، يعني حتى عم ترجع من المخيمات وعم تشتغل. يد واحدة لا تصفق. نحن متفائلين كثير وعنا أمل بالله أولا وأخيرا، وعنا أمل وعنا ثقة بحكومتنا إنه نحن عم نشتغل، ورح يكون إن شاء الله الأشهر القادمة رح تثبت إنه في عودة كبيرة إن شاء الله إن للنازحين. شاء الله. إن شاء الله متفائلين. حابب نوه لنقطة أستاذتنا، مه. بالنسبة للمبادرات المجتمعية. طبعا المجتمع المحلي هو يعني شيء أساسي، لا يمكن أن ينهض بلد بدون مجتمعه، بدون مجتمع، بدون ناس. يعني المبادرات هي أساسية في كل دول العالم، حتى الدول اللي تعرضت لحروب بكل دول العالم كان المجتمع له دور كتير كبير في عودة الحياة لهي البلدات اللي أحرقت واللي دمرت. يعني مثلا ترميم الحدائق، الحفاظ على نظافة البلد، المساعدة في غرس الأشجار التي اقتلعت، مساعدة يعني إخوتنا. كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ونحن لازم نتكاتف ونتعاون. يعني أنا ما بدي ألقي كل الحمل على مثلا على أحمد أو على الدولة أو على المنظمات، لا، كلياتنا لازم نشتغل. يعني هذا الشيء مو جديد، هو متعارف عليه في بيئتنا وفي مجتمعنا سابقا. كنا دائما متكاتفين، سواء كان في العمل الجماعي، حتى يعني أيام الأكلات الشعبية، يعني بيتساعدوا بين بعضهم. وهذا اللي نحن بدنا إياه. يعني لما نحن بنتعاون أكيد يعني الوقت رح يكون أقصر، وال يعني الماديات رح تكون أقل، والنتائج رح تكون أكثر. شكرا كثير صراحة، يعني إذا شكرا بنبقى لك. بنحكي ساعات وساعات. صحيح. يعني الحديث معك شيق جدا، الله يجزيكم الله الخير. يسلمك، الله بنتمنى يسلمك. لكم إن شاء الله دائما كل التوفيق، دائما بنشوفك ما شاء الله عنك ليل نهار، بمخيمات بين المنظمات هذا واجبنا. الله يجزيك الخير هذا يا رب. واجبنا. بس بدي احكي كلمه اخيره، انه في ناس مثلا بتقول شو اشتغلتوا، شو عملتوا، لايمتى بدنا نرجع. بس بدي اوجه لهم كلمه، انه نحن صدقا بالله عم نشتغل ليل نهار، وفعلا سواء كان بالاجتماعات اللي عم نجريها هي ما عم بتروح هباء، انما عم ترفع تقارير للسيد الرئيس كل شهر بشهر، وشو اشتغلنا وشو الانجازات اللي حققناها، سواء كان على مستوى البلد شو الانجازات. نحن اليوم غير، نحن لما اول التحرير طبعا اتطورت البلد. يعني بتشوف المعرة ما شاء الله مكتظه بسكانها، القرى، البلدات، وهذا شيء مبشر. فنحن ما بدنا دائما يعني نضل هيك متشائمين، بالعكس أنا بتمنى أنه روح التفاؤل شوفها بعيون كل الناس، لأنه أنا متفائلة وأنا شايفة إيش عم ينشغل، وإن شاء الله البشائر قادمة. إن شاء الله يا رب، شكرا الله كثير. يعافيك يا رب.